كيفكم يا احلى عالم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. بما انه قرب رمضان وكل عام وانتم بخير، فرح نشتغل انا وياكم تفريزات رمضانيه. بهذا الفيديو رح نشتغل صوبرين الدجاج بحيث نطلعه دغري على القلي. تابعونا لاخر الفيديو، خلينا نشوف طريقه تحضير. اول شغله عندي نص كيلو من الدجاج المطحون من الفخذ الكامل الورده. فيكم تستخدموا شرحات وفيكم تستخدموا فخذ ورده كامل، بس الافضل نستخدم فخذ ورده كامل لانه بيضل على الاكل طري وما بيطلع ناشف معنا مثل الشرحات. وعندي هلا هون موزاريلا مبروشه، شايفين شلون بهالشكل هاد. هلا بدنا نتبلهم سوا. بالنسبه للبهارات، اول شغله بدي احطها هي الاوريجانو، وبدي اضيف عليها هون رشه من الفلفل الابيض، ومعلقه ملح، ورشه صغيره من الكاري، ورشه صغيره من الزنجبيل، ورشه صغيره من الهيل. وهلا بدنا نجيب الكف وعدعك دغري. وهلا بعد ما حركناهم، شايفين شلون جابي بهالشكل هاد. هلا بدي اجيب ورق نايلون، بدنا نفردها هيك. هلا بسم الله. ولا بناخذ هيك قدر معلقه نعبيها ونحطها بنص الورقه. شايفين شلون يا بنمدها هيك وبنكبسها هيك. شايفين شلون؟ حتى تصير معي بهالشكل هذا. تاخذ معي مساحه خفيفه. وهلا بدي اضيف عليها الموزاريلا، وبدي اضيف عليها شوي صغيره من الذره. طبعا انتم فيكم تضيفوا فطر او فيكم تضيفوا زبده حيواني بتعطيها نكهه كتير طيبه، بس انا ما راح اضيف كل هالاكلات هلا. وهلا بتقلبوها هيك بهالشكل هاد وبتقفلوها هيك. بعد ما قلبنا الورقه، شايفين بهالشكل هاد. هلا بنعملها هيك وبناخذ هيك شوي من هذا الجنب، شايفين شلون يا بي، وشوي بهذا الجنب. بعدين بتعملوها برمه هيك، بعدين بتفتلوها، بعدين بتعملوا لها قفله من هون وقفله من هون، بتصير معكم رول كامل. شايفين شلون؟ هلا بدنا نصفها ورح نساوي لكم وحده ثانيه. هلا بدنا نجيب شهبايه ثانيه معجنه. هلا بناخذ قدر معلقه، شايفين شلون؟ يعني تعايروها قدر معلقه كبيره. طبعا اذا قللتوا الكميه بتطلع معكم رقيقه. فيكم في عالم بتحبها سميكه وعالم بتحبها رقيقه. وبالنسبه للحشوه، عالم بتحب الحشوه مليانه وعالم بتحب الحشوه كمان خفيفه. انا من النوع بحب الحشوه هيك تكون يعني مليانه، تلاقي الاشقوان عم يشط ويمط. انا بحط لهم هيك شويه ذره وهي هيك شويه موزاريلا على البيعه. هلا بدي اخذها بقلبها، شايفين شلونها بهالشكل هذا. هلا بحطها هيك، شايفين شلون؟ بعد ما قلبتها بهيك بروز اصابعكم، شايفين شلون؟ بعدين هيك شوي من هون كمان براس اصبعتك او اصبعتي، ونفس الشيء العملية بالجنب الثاني. هلا بتردي هيك، تسحبيها بتقلبيها. انتوا عم تبرميها بتشديها بهالشكل هذا. يعني هي الافضلية كمان عشان تمسك معك على المظبوط. بتعمليها قفل من هون وقفل من هون، تطلع معك بهالشكل هذا. شايفين شلون؟ وهلا بعد ما سويناهم طلعوا معنا بهالشكل هذا. شايفين شلون يا بي؟ هلا طبعا انتم اذا بدكم تفرزوهم هدول لازم ما تلكوهم بالكعك، يعني بتفرزوهم مثل ما هنن، وقد ما قعدوا معكم وقت تفرزوهم ما في اي اشكال. طبعا انا هلا بدي افرزهم لمده ساعه لانه انا بدي اقليهم. هلا بدي اجيب طشت فاضي. تعالوا وين رايح؟ بدي احط فيه بيضه، وبدي اضيف عليهم شويه مي، يعني شوي، وبدي اخفقهم. هلا بعد ما خفقناهم رغت هي البيضة ليش هيك مرغوة. المهم عنا هون كعك، شايفين شلون يا بي؟ وهلا بعد ما تفرزوا معنا لمدة ساعة، شايفين شلون؟ هلا صار وقت اني افتحها. هلا بدي انزلها بالبيض وبدي انزل فيها الكعك. طبعا انا عندي هون زيت حامي، طبعا بده يكون حصرا من زيت حامي عشان لا تفرط معنا ولا شي. بسم الله. هي بدها وحدة الله يهنيها يا بيع. شو هالسوبريم هاد؟ طبعا نحن هلا بمرحلة القلي. وهلا بعد ما قليناهم طلعوا معنا بهالشكل هاد. شايفين شلون يا بي؟ هلا بناخد وحدة هيك
شو هالموزاريلا هاي؟ شايفين شلون؟ إذا حبيتونا من اللايك لا تنسونا، نلتقي إن شاء الله بفيديو جديد. سلام.